سلام الله عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الفائدة رائعة صراحة، ومع حلول سيدنا رمضان والأجواء الروحانية والأجواء الدينية كتكون طاغية أكثر وأكثر، ونتمنى تكون ديما، ولكن في رمضان كتكون أكثر وأكثر. جبت لكم واحد الفائدة ديال سورة الفاتحة، وما أدراك ما سورة الفاتحة، والفوائد ديال سورة الفاتحة والبركة ديال سورة الفاتحة. أنا هذه الفائدة خديتها من عند الدكتورة عبير ديب، نتمنى نكون نطقت الاسم الكنية ديالها صحيحة. دكتورة مصرية، عندها الباج ديالها في التيك توك وفي الانستغرام. واحد المرة كنت نتصفح عادي وهي طلع عندي كتشرح الفائدة ديال سورة الفاتحة. صراحة أنا طبقتها، أنا ما نقولش جربتها لأن كلام الله ما كنجربوش، عفوا طبقتها. هي الفائدة كالتالي، باش ما نكثرش عليكم الهضرة ندخلوا في صلب الموضوع. كتاخدي واحد الورقه بيضاء ما مسطراش، ورقه صغيره، مهم 2 ورقات صغار، كتكتبي الامنيات ديالك 3 ولا 4 على هذاك الشيء اللي في خاطرك اللي بغيتي يتحقق، ولكن ملي غتكتبيه غديريه على اساس انه تحقق. الحمد لله على كذا وكذا، الحمد لله على كذا وكذا، الحمد لله على كذا وكذا. فهذوك 2 ورقات غتخليهم عندك، لانك غتبقى تهزيهم وغتشوفيهم وانت كتخيلي ان هذيك الامنيات اللي كتبتي تحققوا. صافي كتاخدي السجاده ديالك، كتبخري شويه بالعود الا عندك، كتبداي كتقراي الفاتحه 40 مره، 40 مره الفاتحه بدون انقطاع، تبقاي في السجاده ديالك حتى تساليها. من بعد كتقولي الدعاء. هي هاد الدكتوره عبير الله يجازيها بخير ديما كتشارك معنا الدعاء منين كنبداو، يعني من اول مره كنديروه من اول نهار، وحنا الدعاء ثاني نهار دعاء مختلف على الاول. كتحطوه في الصفحه ديالها في الانستغرام، انا غنحطها لكم في صندوق الوصف، وفي التيك توك، وحنا كنمشيو كنقراو هذاك الدعاء. هي كل نهار كتحط الدعاء حتى كنساليو مده 40 يوم. ما تقطعيهاش، حيت الا نسيتيها شي مره، نسيتيها شي نهار، كتعاودي من الاول. المهم هذه هي الفائده. سبحان الله، يعني ملي كتدخلي للصفحه ديال الدكتوره كتلقاي التجارب ديال الناس اللي هذه الفاتحة بانت النتيجة ديالها والبركة ديالها والتيسير ديالها. كل واحد، ها اللي مشى للعمرة، ها اللي تزوج، ها اللي ولد، وكاين اللي مثلا ما تحققولش ديك الأمنيات، ولكن كيحس بواحد الهدوء والسكينة وراحة البال في الداخل ديالو. حنا كنديروها نية تحقيق هذوك الأمنيات، ونية راحة البال والسكينة والهدوء، وأي حاجة كنتمناوها. نتمناكم تجربوا هذه الفائدة، هذه فائدة عظيمة ديال سورة الفاتحة، وبهذه الطريقة المباركة اللي عطاتها الدكتورة عبير جزاها الله خيرا. طريقة مفيدة، طريقة زوينة، كتخليك صافي كتعودي على سورة الفاتحة انك ما تحبسيهاش، كتبقى خاصك شي حاجة الا ما درتيهاش فداك النهار ديالك. مهم انا قلت نشارك المتابعين ديالي بهذه الفائدة، ما نخليهاش منحصرة غير ليا انايا بوحدي. علاش لا نشاركوها الناس اللي ما عارفينش؟ قد دخلوا حتى اللي ما فهمش على الشرح ديالي غيدخل للصفحه ديال الدكتوره عبير ويشوف تما تجارب الناس وداك الشيء اللي تحققوا لهم. نتمنىكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ولو غير شويه. الى فيديو اخر باذن الله مع فوائد كنجربوهم في حياتنا وكنلقاو عليهم نتيجه ونتيجه وراحه بال وهدوء وسكينه.